إنه القدر، وفوق كل الأقدار قدر هناك، ومهما فعلوا فقرار يصدر من السماء هناك. ولو غاب النهار فمهندس يعمر الليل هناك، ولو حرقوني تغنى من رماد الأسوار هناك. نصر يتولد من الهزائم هناك، بيدك ذلك المفتاح لفك سر الأسرار هناك، وفي فؤادك عرق ينادي الأسير هناك. لا أيأس منك، وفي قلبك شجرة الرحمة هناك. أيها الحبيب، أحب الأحباء، أيها الحبيب، أحمد الله على أنه أنعمنا بهذه الأيام، وعلى هذه النعمة التي أحيينا فيها هذا الشوق، لأنه علمنا الصبر والثبات، ولذلك أحمد الله وأشكر الله وأحمده، لأنه قد وضع في صدرنا حب ومحبة الشعب والخدمة من أجل الحق والشعب، وأحمد الله على ذلك. وفوق كل ذلك أحمد الله لأنه ألهمنا هذه المحبة، لأنه هو رزقنا بأصدقاء ورفقاء صادقين مثلكم، ولأنه هو الذي قد فتح أمامنا الطريق لنمضي طرقا مع إخوان الموجودين هنا داخل القاعة وخارجها، وأحمد الله كثيرا. إن في هذه القاعة تركيا، وخارج هذه القاعة توجد تركيا بمناطقها الجغرافية السبعة، وبمحافظاتها البالغ عددها 81، وبأزهارها وبجميع ألوانها. نعم، في هذه القاعة يوجد 75 مليون تركي، وفي هذه القاعة الشرق الأوسط ودول البلقان وشمال أفريقيا والقوقاز وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وفي هذه القاعة الأخوة والصداقة والمحبة، وليس اليوم، فإن قلب تركيا بل قلب العالم ينبض ويدق في هذه القاعة للمؤتمر العام، وأنا أؤمن بأن قلب الإنسانية ينبض ويدق في هذه القاعة، فإن شوقكم ومحبتكم وحماسكم وجهدكم واليوم ها هنا يسمع ويوجه عملا للعالم بأكمله. أنا الآن ها هنا أحيي تركيا برمتها، وأنا أحيي تركيا وأحيي الشعب التركي
بعدده البالغ 75 مليون بتحية قلبية ومحبة وبكل صدق وصميم من قرية أكنجلار بمدينة مريتش في إدرنا إلى ديغور بمدينة قرص، ومن قرية زنكايا إلى قضاء داتشا بموغلا وقرية جمادو، ومن قرية يايلاق النار بقضاء شمدين في حكري، من مدينة سينوب إلى مرسين، ومن وان إلى إزمير، ومن أربروم إلى إسطنبول. فإنني أحيي كافة الشعب الذي يتنفس ويعيش ويحيا على هذا الوطن العزيز. ومن هنا أحيي باكو ولفكوشا، ومن هنا أحيي سرايبوسنا والأسكوب وبلغراد وكرجالي وجنوبي، وأرسل تحياتي من هنا. وأحيي أربيل والسليمانية ودهوك والبغداد والبصرة، وأحييها من هنا. وأحيي كابول وإسلام آباد وصنعاء ومغديشو ودار السلام وتونس والجزائر والرباط وطرابلس والقاهرة، أحييها من هنا. ومن هنا أحيي المكان الذي تعلو فيه روح الأخوة بشكل أكبر. أحيي رام الله ونابلس وغزة وأحيي جميع إخواني هناك. واليوم من هنا أحيي أبطال سوريا بأكملهم وأحييهم بكل احترام. وأحيي كل من يكافح في درعا وإدلب ورقة وحلب ودمشق، والذين يكافحون ويناضلون من أجل الحرية ومن أجل الكرامة، وإني أحييهم بتحية قلبية. ومن هذه القاعة أحيي القدس الذي يعتبر نصب الإنسانية، وأحييه بكل شوق وحسرة. ومن هذه القاعة مدينة حبيب الأحباء المدينة، وكذلك مدينة قبلتنا مكة أحيي. ومن أستراليا إلى البرازيل، ومن اليابان إلى كندا، وإنني أرسل رسالة الأخوة والصداقة التركية إلى جميع عواصم العالم. واليوم الذين تواجدوا معنا والذين يتقاسمون هذا الشوق والفرح والذين زادونا فرحا، فإنني أحيي ضيوفنا الكرام الذين قدموا من البلدان الشقيقة والصديقة. رئيس الجمهورية فخامة الرئيس محمد مرسي، أحييكم. ورئيس كردستان أسامبياز، فخامة الرئيس أسامبياز، وكذلك رئيس المجلس العراقي أسامة نجيفي، ونائب رئيس السودان السيد علي عثمان طه، ونائب رئيس الجمهورية العراقي السيد طارق هاشمي،
ورئيس الوزراء في شمال قبرص التركية برسان كشف، ورئيس اقليم كردستان العراقي مسعود البرزاني، ورئيس الوزراء الباكستاني وعلي سلاج، ورئيس اللبناني السابق أميل جماعي، وشانسليا الألماني السابق السيد شرودر، ورئيس الوزراء الباكستاني السابق السيد جيلاني، وزعيم حركة النهضة من تونس السيد الغنوشي، ورئيس حماس خالد مشعل، ورئيس المجموعة للبرلمان الأوروبي السيد صغراوي، والسيد شانغ رئيس المجموعة في اتحاد البرلمانات الآسيوي. وإنني أحييكم وأرحب بكم بضيوفي جميعا. ولا شك هناك عدد كبير من رؤساء الأحزاب من مختلف البلدان قد قدموا إلى هنا، وإني أحييهم وأرحب بهم جميعا. وكذلك أنا أحيي جميع منتسبي حزب العدالة والتنمية ورفقائي وأصدقائي في الطريق. إن هذه المنظمة وهذا التنظيم يستحق كل الاعتزاز وكل التقدير. ومنذ سنة 14 أغسطس 2001 إلى اليوم من الذين عملوا من المؤسسين، وكذلك الذين هم موجودين في اللجنة الإدارية المركزية، وكذلك العاملين في ممثلياتنا بالأقضية والقرى والمدن، وحتى المراقبين في صناديق الاقتراع. إنني أرحبهم بتحية قلبية. ولو تسمحوا يمكن أن أخلع هذا الجاكيت. كذلك للذين عملوا في هذه المنظمة وفي هذا التنظيم، والذين قد ارتحلوا إلى جوار ربهم، فإنني أذكرهم بالرحمة والامتنان، وأسأل الله أن يتغمدهم فراديس جنانه. إخوتي الأعزاء، ولا شك أنني اليوم أحيي خاصة المنظمة النسائية لحزبنا. إنهن رفيقات وصديقات تركان هاتون، نيلوفر هاتون، هيمانة، ننا هاتون، حليمة شاووش، وحبيباتهن، وهن اللواتي يحبن البلاد مثلما أحب هؤلاء النساء.
وكذلك أتقدم بجزيل الشكر، فإن النساء اللواتي قد قمن بالعمل وكأنهن يعملن بمثابة النقش والأوية في كامل الأناضول وفي تراكيا وفي كافة الأراضي التركية التي تبلغ مساحتها 780,000 كيلومتر، فإنهن لم يملن ولم ييأسن، فإنهن تجولن بابا بابا. أيضا جاء الوقت الذي عملوا فيه بالترقية من باب إلى باب آخر، قابلوا الفقراء والمحتاجين وأيضا شاركوهم بمعاناتهم. لهذا أريد أن أشكرهم شكرا خاصا. الشباب، هل من الممكن أن ننساكم؟ yüreği ak, bahtı ak gençleri bir kez daha sizleri gönülden selamlıyorum. أنا أحييكم جميعا مرة أخرى من أعماق قلبي. شباب حزب العدالة والتنمية الذين لديهم قلوب صافية وجبائن مرفوعة.